الذي ينبغي أن نعلمه هو أن في الناس اليوم من يتصورون أنهم إذا كانوا مرتبطين بشيوخ لهم، شيوخ طرق يعني كذا، مرتبطين بشيوخ لهم ارتباطا سليما، فالمسألة بسيطة ولا خطر. سيأتيه شيخه عند الموت، عندما يقع في سكرات الموت، ليذكره بالله، ولسوف يأتيه شيخه عندما يأتيه الملكان بعد أن يدفن ليلقنه الجواب عن السؤال. هل هذا الكلام الذي نسمعه من بعض الناس نقلا عن شيوخهم، هل هذا الكلام موجود في شيء من آية القرآن الكريم؟ أبدا. هل هذا الكلام موجود في صحيح ما روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما موجود. ولو كان هذا الأمر صحيحا لكان رسول الله أولى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيلقننا الجواب عن السؤال في هذه الحال الحرجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عند سكرات الموت ليعيدنا إلى يقظتنا الإيمانية آنذاك. لكن هل قال رسول الله هذا؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثلا صلى علي كثيرا فأنا سأجيب عنه في القبر، أو أنا سأوقظه إلى إيمانه بالله عند سكرات الموت؟ أبدا، هذا الكلام غير موجود أيها الإخوة. عملك هو الذي يدافع عنك، عملك هو الذي يوقظك إلى إيمانه، أو عملك هو الذي يهلكك. فانظر إلى عملك ما هو، انظر إلى منهجك ما هو. نعم، نحن ممن لا يرتابون في بركة الصالحين، ونكررها دائما، ونحن ممن لا نرتاب في مكانة الأولياء عند الله سبحانه وتعالى، ونحن ممن إذا دعوا سألوا الله سبحانه وتعالى بحبه لأوليائه. نعم، لكن الأمور تقف عند حدود ما ورد في الشريعة الإسلامية، تقف عند حدود نعم ما قد عرفناه من كلام الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قرأنا الكثير في أمور العقيدة في غير ذلك، لكن ما وجدنا أن في دين الله عز وجل حقيقة تقول أن الشيخ المريد في الطريقة يدافع عن مريده عند الموت، أو يدافع عن مريده في القبر. أبدا، هذا غير موجود. شيء ثاني، والله إن الشيخ عندما يقول هذا الكلام لمريده يقول أنا سأدافع عن مريدي عند الموت، أو سأتولى الإجابة عنهم عند سؤال الملكين. إذا قال شيخ لمريده هذا الكلام فذلك دليل قاطع على أنه دجال، لا شك في هذا ولا ريب. طبعا عندما يقول المريدون هذا الكلام ممن سمعوه من شيوخهم. طيب، هذا الكلام من قاله؟ هل الصالحون الذين ذكر الإمام القشيري تراجمهم في رسالته قال أحد منهم هذا الكلام؟ إبراهيم بن أدم قال هذا الكلام، ذنون المصري قال هذا الكلام، الجنيد البغدادي قال هذا الكلام. كل هؤلاء هم أقطاب التربية الإيمانية، هم الذين سلكوا كثيرا من عباد الله الصالحين في منهج التزكية الإيمانية
لكنهم كانوا منضبطين بكتاب الله، منضبطين بسنة رسول الله، يحاربون البدع في العقيدة والبدع في السلوك أينما كانت. اليوم خلف من بعدهم خلف يفاجئوننا بأمور لا نعلم لها أصلا في دين الله سبحانه وتعالى. وكأن منهج التربية والتسليك أصبح صناعة من الصناعات الدنيوية، يعني صناعة التصوف، نعم، أي صناعة يبتغى بها الدنيا، يبتغى بها الشهرة، تبتغى بها المكانة. نعم، المربي كلما ازداد قربا إلى مولاه وخالقه ازداد شعورا بأنه لا شيء، ازداد تطامنا وازداد تواضعا. ويرحم الله ابن عطاء الله السكندري قال في هذا الباب كلاما كثيرا ذكرناه. ومن هو ابن عطاء الله السكندري؟ هو واحد من سلسلة المربي. نعم، المربي كلما ازداد علوا وقربا إلى الله عز وجل ازداد شعورا بأنه لا شيء وبأنه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، ويرى أن تلامذته ومريديه خير منه. نعم، فأيها الإخوة، لا يعتمدن أحد منا فيما يتعلق بساعة السكرات أو بضجعة القبر على أنه شيخه راح يدافع عنه، إذن يلا معلش يرتكب ما يشاء، في لي محامي نعم سيدافع عني عند الموت وسيجيب عني عند سؤال الملك. لا والله لن يدافع عنك ولا عني إلا عملك هو الذي يدافع عنك. فانظر ما هو عملك في هذه الحياة الدنيا.